حلقة النهاردة بتكشف السر الغامض وراء اختفاء سيدنا يوسف من التاريخ الفرعوني رغم انه كان واحد من اعظم واكبر الشخصيات اللي حكمت مصر. هنتعمق النهاردة شوية في اسرار النقوش والبرديات المصرية، وهنعرف ليه الفراعنة خبوا القصة دي، وازاي العلم الحديث بدأ يكتشف اشارات بتدل على وجوده فعلا. عمرك سألت نفسك قبل كده ليه سيدنا يوسف على قد ما هو كان كبير جدا وشخصية كبيرة جدا في مصر، ليه ما تعملوش تمثال مصري او تمثال زي التماثيل الفراعنه، او مثلا نقوش على الجدران؟ اعمل لايك بس عشان نقدر نكمل مع بعض. ومعلومه جديده تعال اقولها لك. يلا بينا. فاكرين قصة سيدنا يوسف النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه من سجن مصر لعرشها؟ طب سؤال بسيط، ازاي راجل بالمقام ده ماسك خزائن ارض مصر ومخلص البلد من مجاعة 7 سنين مفيش ليه ولا ذكر واحد في التاريخ الفرعوني ولا حتى نقش بسيط على حيط معبد؟ هنفهم سوا السر الحقيقي ورا الموضوع ده. واول حاجة لازم نعرفها ان الفراعنة ما كانوش بيكتبوا التاريخ زي ما احنا بنفهمه النهارده، ما كانوش بيكتبوا مين عمل ايه، لا، هما كانوا بيكتبوا اللي يخلي الملك يبان إله. كل النقوش والمعابد كانت دعاية لتمجيد الإله ولكن مش سجل للتاريخ. وتاني حاجة يا صديقي، يوسف عليه السلام ما كانش فرعون، كان وزير أو حاكم إداري، هو مش من نسل الآلهة ولا ليه معابد ولا تماثيل، فبالتالي النقوش اللي على الجدران ما كانتش هتذكره اصلا، لان ببساطه كانت محجوزه للملوك والالهه. يا عم اعمل لايك بقى. ثالث سبب وده الاهم، سيدنا يوسف عليه السلام كان بيدعو للتوحيد وبيقول للناس اعبدوا الله وحده، وده كان خطر جدا في فتره كان كل مصر فيها بتعبد رع وحورس وامون، فالملوك وقتها اكيد شافوه تهديد وممكن يكونوا تعمدوا انهم يمسحوا اي اثر ليه او يتجاهلوه. ولكن المفاجاه ان في اشارات غير مباشره لقصه سيدنا يوسف في برديات مصريه، زي مثلا برديه ايبور واللي بتحكي عن مجاعه كبيره حصلت في مصر زمان، والنصوص اللي بتتكلم عن 7 سنين خصبه و7 سنين عجاف، وحكايات عن وزير حكيم انقذ البلد من الهلاك. فكتير من الباحثين شايفين ان دي ممكن تكون اقرب قصه من قصه سيدنا يوسف عليه السلام، ولكن بالاسماء المصريه القديمه. يعني في احتمال ان ممكن يكون اسم سيدنا يوسف اتحرف في البرديات دي، يعني ممكن يكون اتسجل باسم مصري مثلا زي ايمو حتب، او اي لقب اداري زي مثلا صاحب الغلال، وهنا التاريخ ممكن بالفعل يكون كتب عنه بس مش بالاسم اللي نعرفه. وفي الاخر لازم نفهم ان التاريخ اللي كتبوه الفراعنه مش هو كل الحقيقه، هو مجرد جزء صغير جدا من الصوره، الجزء اللي هم حبوا الناس تشوفه. اما الحقيقه الكامله فهي اللي ربنا حفظها في القران، وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. وفضل سيدنا يوسف خالد في كلام ربنا حتى لو محو من جدرانهم. ربنا سبحانه وتعالى خلت سيرته في كتابه الكريم. ودي يا صديقي كانت حلقة النهاردة. هل ممكن يكون سيدنا يوسف عليه السلام هو اللي اتكتب عنه؟ ممكن يكون احد التماثيل اللي اكتشفناها حاليا بس احنا مش عارفينه، ده برغم ان هو كان واخد نص الحسن فاكيد كنا هنعرف. ولا ممكن بالفعل يكون كتبوا عنه الفراعنة او ليه تمثال ولسه ما اكتشفناهوش؟ شاركنا رايك في الكومنتات. ولو عجبتك حلقه النهارده دوس لايك وسبسكرايب وصلي على النبي، وانتظرونا في حلقه جديده.